السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة مصر وغانا 2-2 بسيناريو عجيب وغريب، مش عارفين المدرب بيفكر ازاي ولا بيعمل ايه. بتعديل بسيط عن خط الوسط بإمام عاشور وعمر مرموش وعمر كمال. قبل ما نتكلم المباراة يا ريت تعمل لي لايك واشترك لي بالقناة. العيب مش في صلاح ولا النني، العيب في المدرب اللي شخصيته ضعيفة قدام الأسماء الكبيرة. لما خرج صلاح مصاب ربنا يشفيه، شفنا كلنا منتخب مصر اتحول ازاي. لعبنا شوط اول وحش خالص، مفيش انسجام بين اللعيبه. خط وسط منتخب مصر كان ضايع حرفيا. تحس اللعيبه كانوا متقيدين، مفيش ولا هجمه على منتخب غانا، مفيش غير هجمه واحده بتاعت عمرو مرموش، هو احسن لاعب من وجهه نظري في المباراه في الشوط الاول والشوط الثاني. اول ما صلاح خرج شفنا ارتباك من اللعيبه، حتى المدرب ارتبك. النجم الاول عندك اتصاب، وبسبب خروج صلاح سجل فينا محمد قدوس نجم وست هام، وقلنا لعله خير. من وجهة نظري محمد قدوس هو اللي كان بيلاعب مصر وحده، مفيش رقابة عليه من لعيبة مصر. النني انا مش عارف بيعمل ايه، النني المفروض ما يلعبش، المفروض يقعد دكة اصلا. يا عم ابدأ بمروان عطية، انت ليه ماسك في النني؟ عشان نجم الارسنال؟ هو ما بيلعبش اصلا في الارسنال. يا اخي المجاملات دي ودتنا في داهية. شوط اول ضايع، مفيش اي هجمة، خرجنا من مغلوبين 1-0. ويبدأ الشوط الثاني ونشوف اللعيبة اتحررت، سبحان الله. والروح اللي كنا مفتقدينها موجودة وظهرت النهاردة. عندنا جيل ياكل الحديد، بس احنا محتاجين مدير فني وطني يكون عنده شخصية قوية ويكون عنده آراء من نفسه بدون مجاملات، وما يتأثرش بالأسماء الكبيرة ولا حد يأثر عليه في اختياراته. بغض النظر عن نتيجة المباراة 2-2، مصر أفضل في الشوط الثاني، وتحس إن اللعيبة اتحررت بعد خروج صلاح والنني. أنا مش عارف النني بيعمل إيه. الجون الأول لمحمد قدوس كان النني بيتفرج عليه هو خط الوسط ومفيش أي ضغط عليه. عمرو مرموش من وجهة نظري هو نجم اللقاء، ولولا خروجه كان في كلام تاني، ممكن كانت النتيجة اتغيرت. وبعد خروج النني اللي بيلعب دفاع وملهوش اي لازمه في الملعب، المباراه في الشوط الثاني كانت ممتعه. لما نزل تريزيجيه كمان مكان مرموش كان فايق، ضغط على منتخب غانا، عمل اسيست لمصطفى محمد اللي سجل منه الهدف الثاني. ولكن عندنا مشاكل كتير في الدفاع، حتى الشناوي مش في افضل حالاته، وعلى عكس المتوقع اللياقه البدنيه افضل في الشوط الثاني رغم الرطوبه. لو لعبنا بنفس التشكيله في الشوط الثاني ونفس الروح لكنا سحقنا موزمبيق. ولكن أخطاء فيتوريا العنيد في التشكيلة والتغييرات عرض مستمر، فيها مجاملات للبعض على حساب مصر. نتمنى عدم مشاركة صلاح وحجازي والنني المباراة الأخيرة لو عاوزين نكسب. تصدق أو لا تصدق، دراما كروية في 3 دقائق، 3 أهداف صد رد ما بين منتخبنا ومنتخب غانا اللي ضعيف وكان ممكن نكسبه بسهولة، بس عند المدرب في التشكيلة هي اللي خلتنا خرجنا بالتعادل 2-2. لكن اقول ايه، فيتوريا عنيد، ومن كتر العك اللي احنا بنقدمه على المستوى التكتيكي المسؤول فيه المدير الفني فيتوريا، وعلى المستوى الفردي المسؤول عنه اللعيبه، بصراحه مش عارف اقول ايه. اختار نقطه واحده، ان احنا بنلعب بالنني اللي ما بيعرفش يقطع كوره واحده طول المباراه، والنقطه الثانيه ان هو بيلعب بحمدي فتحي اللي مستواه ضعيف، اللي مش عارف يوظفه في المكان الصح. نجوم اللقاء المحترفين بتوعنا بدون تفكير، عمرو مرموش وصاحب الهدف الاول جاب هدف ولا اروع، استغل غلطة الدفاع، هوب جاب الجول. النجم الثاني مصطفى محمد صاحب الهدف الثاني اللي عنده عزيمة واصرار ان هو يعمل حاجة. تريزيجيه كمان نزل كان حلو، عمل اسيست لمصطفى محمد اللي سجل منه الهدف. وكمان احسن خط وسط شفته في المباراة امام عاشور، لعب شوط ثاني ولا اروع. يا ريت نلعب بروح الشوط الثاني في مباراة صعبة ومهمة لمنتخب مصر امام الرأس الاخضر. على فكرة ما ننساش فريق الرأس الاخضر غلب غانا، وعندنا غلطات كتير في الدفاع، يا ريت نفوق شوية، ويا ريت نغير حجازي ونلعب بياسر والشناوي يصحصح شويه كده، ويا رب تفرحوا المصريين تكسبوا البطوله، يا رب نتمنى. بس نصحصح شويه ونشوف الاخطاء ونعالجها. في نقطه اخيره لازم اتكلم فيها للناس اللي شمتانين في صلاح بعد الاصابه. صلاح وجوده مهم في الفريق، انت بتتكلم عن هداف الدوري الانجليزي واحسن لاعب في انجلترا، يعني وجوده في الملعب يربك اي منافس، وكان بيشجع اللعيبه بره رغم اصابته، وكان بيديهم دافع. ربنا يشفيه. نتمنى فوز مصر على منتخب الرأس الاخضر، ويا رب يا رب نكسب البطولة، يا رب ادينا عشمانين يعني، يا رب نكسب البطولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.